كان يا مكان، في زمان ما كانش فيه زمان، قبل ما يكون فيه أي حاجة، لا أرض ولا سماء، لا نور ولا ضلمة. كان الله موجود، هو الكل في الكل، موجود لوحده في مجده وسكونه الأبدي، لا بيحتاج لحاجة ولا بيتغير. وبحكمته أراد إنه يخلق الكون كله، وفي لحظة قال الكلمة وابتدى كل شيء. في البدء الله بمجده خلق السماوات والأرض. اليوم الأول. في البدء خلق الله السماء والأرض بكلمة واحدة. خرج الكون من قلب العدم، السماء اتفتحت والأرض بدأت تتكون. في لحظة ابتدت أول سطور الوجود بإيدين الخالق. وكانت الأرض فاضية، ولا فيها شكل ولا حياة ولا ملامح، ضلمة، وروح الله كان بيمشي فوقها بهدوء زي نسمة سماوية بيجهز المكان لبداية الحياة. وقال الله: ليكن نور. وفي لحظة النور اتخلق، طلع من قلب الظلمة وبددها. نور مش عادي، نور من حضوره، نور بيعلن مجده. وسمى الله النور نهار، وسمى الضلمة ليل، وعدى الوقت مساء، وبعده صباح. وكان ده أول يوم، مش بس يوم في الزمن، ده بداية الرحلة، أول صفحة في كتاب الخليقة. اليوم التاني. وقال الله: ليكن جلد في وسط المية يفصل بين مياه ونياه. وفعلا اتكون فاصل يفصل اللي فوق عن اللي تحت. وسمى الله القبة سما، وعدى الوقت وكان مساء وكان صباح، يوم جديد. اليوم الثالث. وقال الله: تتجمع المياه كلها في مكان واحد وتظهر اليابسة. وفعلا المياه انسحبت واليابسة طلعت. وسمى الله اليابسة أرض، وسمى المياه المتجمعة بحار. وشاف ربنا إن اللي عمله ده حلو. وقال الله: لتنبت الأرض نبات، عشب يطلع بذور، وشجر يطلع ثمر، كل واحد حسب نوعه. وفعلا الأرض طرحت، طلع العشب وطلع الزرع وطلعت الشجر ومعاهم البذور، كل حاجة حسب نوعها زي ما ربنا قال. وشاف ربنا إنه حسن. وعدى الوقت وكان مساء وبعده صباح، وكان ده اليوم الثالث. اليوم الرابع. وقال الله: ليكن أنوار في قبة السماء تفصل بين النهار والليل، تبقى علامات للأيام والسنين والمواسم، وتضيء الأرض. وفعلا ربنا خلق نورين كبار، نور كبير يسيطر على النهار وهو الشمس، ونور أصغر يسيطر على الليل وهو القمر، ومعاهم خلق النجوم. وحطهم ربنا في قبة السماء ينوروا ويفرقوا بين النور والضلمة ويمسكوا زمام الوقت. وشاف ربنا إنه حسن. وعدى الوقت مساء وبعده صباح، وكان ده اليوم الرابع. اليوم الخامس. وقال الله: لتفيض المياه وكائنات حية تتحرك وتطير فوق الأرض وعلى وش السماء. وتم ما أمر بها الله. المياه ولدت حياة، وطلعت منها مخلوقات كتير، زواحف وسمك وتنانين عظيمة، وكل مخلوق حسب نوعه حسب فكر الله. وخلق كمان الطيور، كل طير بجناحاته بيرفرف في السماء زي ما خلق عشان يطير. وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملؤوا مياه البحار، والطير يملأ الأرض. وعدى الوقت
وكان مساء وبعده صباح ليوم جديد. اليوم السادس. وقال الله: تخرج الأرض كائنات حية حسب أنواعها، بهائم وزواحف ووحوش. وفعلا الأرض طرحت كل ده، الحيوانات خرجت تمشي، والبهائم ترعى، والوحوش تسأر كل مخلوق بحسب نوعه. فساعتها قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، ويبقى هو اللي يتسلط على البحر والسماء والأرض وكل دابة عليها. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، راجل وست، ذكر وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال ليهم: اثمروا اكثروا واعملوا الأرض واخضعوها، تسلطوا على كل الكائنات اللي بتمشي وتطير وتسبح. وشاف الله كل اللي عمله، فإذا به حسن جدا. وعدى الوقت، وكان مساء وبعده صباح، وكان ده اليوم السادس. اليوم السابع. واكتملت السماوات والأرض وكل جنودها. الكون بقى جاهز زي لوحة كاملة فيها كل تفصيلة بلمسة الخالق. وفي اليوم السابع فرغ الله من شغله وارتاح، مش لأنه تعب لكن لأنه أكمل. كل شيء بقى حسن جدا. وبارك الله اليوم ده وقدسه، خلاه مميز غير كل يوم قبله، لأنه اليوم اللي الله استراح فيه من كل عمله كخالق.